من ضمن برضو التجارب الواحد بيحب يحكي عنها، يعني ان كان حصل موقف ان واحد صاحبي مثلا في بيئة عمل المفروض ان هو يقعد فيها ويشتغل فيها. بيئة العمل ديت معروف عنها ان بيئة عمل فاشلة. رد عليها رد حلو وقال يا عم محمد انا معلش مش هحرق نفسي. قلت له فسر لي الكلام، معلش يعني ايه مش هتحرق نفسك؟ قال لي يا باشا نفترض يا عم انا الوحش وانت وحش، احنا اتنين في مكتب وهوت وحشين وجي علينا واحد نضيف، هل النضيف هينجح ولا احنا اللي هنكسبه؟ قلت له لا، اكيد 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 البيئه طالما فيها اتنين فاشلين تلاته فاشلين وجي عليهم واحد احنا اللي هننجح، يعني احنا اللي هنغلبه. هو هيتحرق في وسطنا. قال لي هي دي، انا ما اعرفش احرق نفسي في وسط ناس فاشله، انا ما اعرفش احرق نفسي في وسط ناس مش في نفس درجه المجهود مثلا، مش في نفس درجه مثلا الوعي، مش في نفس درجه الطموح اللي عندي. يعني انت قيسها على كل حاجه في حياتك، البيئه اللي حواليك. خلي بالك من البيئه اللي حواليك، انت مصاحب مين، انت بتقعد مع مين، انت تعرف مين. البيئه اللي حواليك هي اللي بتشكلك، هي اللي بتشكلك، الناس دي اللي بتشكلك. فانا ما اعرفش اخش في وسط ناس فاشله مثلا واشتغل، الناس دي هتوقعني. حتى لو انا ابن بيل جيتس معاه كل عوامل النجاح هيفشلوني. البيئه اللي حواليك، المكتب اللي انت فيه، المجموعة اللي انت فيها هي اساس كل حاجة، الصحبة اللي انت فيها هي اساس كل حاجة. لذلك بيقول لك الصاحب ساحب، وامثلة كتير جدا. فانت الناس اللي حواليك هم اساس كل حاجة. فكلمة ان هو هيحرقوني هي دي المعنى بيها. طبعا الراجل بيرفض ان هو يعلق عندي وان هو يعمل اعجاب عندي عشان الناس ما تخشش تقول اصل انت تعرف فلان يبقى انتوا كنتوا شغالين مع بعض وكده بس انا مش مسامحه يعني. ولذلك تلات ارباع اصحابي كده، يعني ما بيحبوش يخشوا يعلقوا ولا يخشوا يعملوا اعجاب، يعني بيستعروا دلوقتي. يعني لما يكون هنقعد مع بيل جيتس ولا الناس ديت هيقعدوا معانا عادي ويعملوا اعجاب ويقولوا ده صاحبي اهو، اه صاحبي اهو. فلذلك انا بعلمك ايه، هم حبايبي على فكره، انا بهزر يعني. مالكش دعوه بحد، حاول على قد ما تقدر عقليتك بتاعتك انت، خليك في نفسك، كن في نفسك، كن نفسك وامن بنفسك. ما تامنش باللي حواليك، اللي حواليك هيحبطوك، اللي حواليك هيموتوك، اللي حواليك ايا كان صلة القرابة اللي انت قريب منهم، ان كان صحاب او قرايب او اي حد في الشغل، هيوقعوك، هيموتوك، هيحبطوك لو حتى ما بص بكلمة. فعشان كده احلامك من دماغك، اي حاجة في دماغك ما تقولهاش لحد. نجحت في دماغك، اي حاجة خليها لنفسك، خطط لنفسك وفي دماغك. هما مش هيسقفوا لك دلوقتي، هما مش هيقولوا ده صاحبي دلوقتي، هما مش هيقولوا ده قريبنا دلوقتي، لا، هما هيقولوا الكلام ده لما تلاقي الاضاءة بقت عليك كده، لما تلاقيك اترفعت، لما يلاقوا قدرك زاد بفضل ربنا. طبعا هما مش هيعرفوك دلوقتي، مش هيقولوا عليك ناجح دلوقتي. وحتى لو هما شايفين فيك عوامل النجاح، يعني الغريب ممكن يشوف فيك عوامل النجاح، انت لا، هما لا، هما بيبقوا شايفينه بس ما يعترفوش بيه، ما يعترفوش بيه. لان في حاجه في الفلسفه بتاعه علم الانسان، بتاعه الانا، الغرور، النفسيه من جوه، ما يقولش ان انت تابعه دلوقتي عشان هو شوف حتى دي لمصلحته هو مش لمصلحتك. يعني هو مش هيفتخر بيك الا عشان مصلحته هو مش مصلحتك. يعني هو مش هيفتخر بيك الا عشان مصلحته هو مش مصلحتك. فمش هيقول دلوقتي، مش هيقول دلوقتي. فانت مالكش دعوه بحد. ما تقولش افكارك لحد، ما تقولش حلمك لحد، ما تسعاش ان انت توصل او على قد ما تقدر تحكي للي حواليك انا نفسي في ايه. لا، ما تقولش نفسي في ايه. انت عندك رب، وعندك صلاتك، وعندك سجودك، وعندك دعاء، وعندك ان انت تقرا القران، وعندك ان انت تدعي ربنا طول الليل وتقول يا رب وتسعى بس. انما اوعى تحكي لاي مخلوق خلقه ربنا على وجه الارض بحلمك، بسعيك، باي حاجه. فخلي بالك دايما من الحته دي. انا ما بكرهكش في اصحابك، ما بكرهكش في قرايبك، ما بكرهكش في اي حاجه، لكن هو ده الواقع يا صاحبي، هو ده الواقع. محدش هيامن بيك الا لما يشوفوك ناجح، محدش هيامن بيك وانت لسه صغير، محدش هيامن بيك او محدش هيصدقك الا وانت كبير. فاحلامك طالما لسه ما قلتهاش، خليك مثال. محدش بيحب يراهن على حصان لسه ما دخلش السباق، ما شافوش قبل كده. حتى لو الحصان ده واحد مربيه قليل قوي يا صاحبي. مش كل وحاجه تانية، مش كل الناس عندها الشغف اللي عندك، يعني هي ما عندهاش الرؤيه والشغف اللي عندك. فطبيعي جدا ان هم ما يصدقوش الشخص ده، هم مش شايفين اللي جوه عقلك. فطبيعي جدا. فانا مش حته ان انا عايزك تعذرهم، لا، بس انا عايزك ايه،
يعني انا دايما في بعض الناس يجي لي يعمل لي ازاي، انا نفسي ابقى كذا، طب انا عايز ابقى كذا، ماشي واحده بواحده. ما انا عمري في حياتي، عمري في حياتي بفضل الله ما عملت احباط لانسان لو بكلمه حد، ولو بكلمه حد، لان كلمه دي ممكن تموته. كلمة دي ممكن تقضي على أحلام فيها لو هو حتى بيحلمها ومش قادر بص، وهو مش قادر يحققها. انت عارف حتى لو هو مش قادر يحققها، وانا ببقى عندي يقين مليون في المية ان هو فعلا مش هينفع ان هو يحقق حلم زي ده، عمري ما انا محبطه بكلمة، عمره. لان دي كلمة زي دي تحبطه تموته. حتة ان فلتقل خيرا او تصمت، ما هي شاملة الحاجات دي، ما هو ده خير. ان انت تقول او تخلي الانسان أو اللي قدامك ده اللي نفسه في حاجه طبعا بالحلال، او نفسه ان هو يبقى حاجه بالحلال، او تشجعه على حاجه، ان انت تقول له خير، قول له خير، شجعه، ده خير، ده خير بيدفعه اللي قدام. وبرضه ما يعني حاول انت على قد ما تقدر تعرف عقليه الناس ديت، وما تاخدش الامر امر شخصي. يعني انت ما تزعلش منهم قوي برضه، يعني ما تاخدش الامر امر شخصي. يعني مش معنى كده ان هم بيكرهوك. خليك زي ما انا قلت لك، خلي ايمانك بنفسك بس، يعني ايمانك بعد ربنا بنفسك وبس. ما تنتظرش مساعده من حد، ما تنتظرش ان حد يقف جنبك. يعني انت لو مستني او حاطط في دماغك في مشروع او في بيزنس ان حد هيقف جنبك، يبقى انت مش هتبدأ، انت مش هتبدأ.